السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم فيديو جديد النهاردة. هنعمل جاي لي 2 كيلو زيتون عزيزي او عجيزي، في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. طبعا انا مسكتهم فرستهم. قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا مسكته فرشته وطلعت منه اللي بيبقى مشبح ده، اللي هو فيه الملون ده. طبعا ما بينفعش يتحط معاه، لازم يتحدق لوحده علشان ما يبوظش بعضه، لان ده طبعا انا مش هفتحه ولا اعمل فيه اي حاجه خالص. هحدقه بطريقه المحلات العاديه خالص خالص، زي ما بنشتريه من المحلات. هنشوفه بطريقه سهله وبسيطه اهون. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. حبايبي دلوقتي انا بغلي ميه على البوتاجاز اهوت، وهروح احطه فيها ياخد بس غلوه واحده بس. مجرد ما هيغلي كده هشيله على طول وهرجع لكم. اي حبايبي هنا على ما هو يغلي بس الغلوه بتاعته هحط الملح واجهز ميتي. انا عامله ميه كتير عشان انا هحدق ليمون برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هكتر الملح شويه عشان كل ما بتزودي الملح بيبقى احسن وما بيمرش. وبعدين انا هحدق ليمون كمان. احط 3 معالق سكر كبار بنفس المعلقه برضو كده عشان تحديق الليمون برضو، يعني كمان واحده اهيت عشان نص واحده. وفي مكون تاني كمان هنحطه عشان يحفظ لنا برضو، يحفظ لنا الحدق بتاعنا نص، يعني اقل من النص اهوت. ده ملح ليمون عشان احنا مش هنفتح على المخلل بتاعنا دلوقتي خالص، ده عشان يحافظ عليه. اقل من النص خالص اهوت ملح ليمون. وعشان ياخد اللون الاصفر الحلو اللي احنا بنحبه هنحط برضو شوية كركم اهوت. يا حبايبي يا دوبك هو خد غلوة واحدة، وهنا مية سقعانة عادية من الحنفية اهوت. هطلعه بس يبرد فيها اهوت. صفي كده بقى لونه حلو اهو ما شاء الله. احط بقى ايه، ابرده بس كده فيها. هنا انا كمان غسلته تاني بميه اهي ما شاء الله حلو اهوت. بدأ لونه يتغير ويبقى حلو. هنا يا حبايبي انا بشيل دهوت بتاع الشطه ده الوحش ده بشيله اهو عشان ايه، يبقى نضيف برده كده وما يعملش حاجه وحشه مع المخلل، يعني بتشال بسهوله خالص على فكره. غسلته ونضفته اهوت. هحطه في البرطمان. وحطيت هنا جزر، كان عندي مبشور جزر في الفريزر، حطيته برده معاه اهوت. طلعته وحطيته هنا يا حبايبي. نص كوبايه زيت ليمون. هحط قشر الليمون اللي انا عصرته، اللي هي نص كوبايه اللي انا حطيتها، هحطها هنا في البرطمان. يا حبايبي هنبدا نحط بقى الخلطه اللي احنا عملناها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي انا هحط عليه كمان شويه زيت كده كده. الزيت بيطلع تاني على الوش، يعني ما بيبقاش جوه بس بيطلع فوق اهوت. يا حبايبي الليمون اهوت هنا بيغلي اهوت. انا بقى هطفي عليه عشان مش عايزه اسويه اكتر من كده عشان ما يتهراش. مش هستخدمه دلوقتي يعني اهوت. يا حبايبي ده اللي هو الزيتون اللي هو الالوان، وده الليمون. ده برطمان بقى بلاستيك عشان ما عنديش ازاز، اللي هو ده بس. وده الزيتون اهوت. ويا رب ان شاء الله يعجبكم وتكونوا استفدتوا مني، وارجو منكم المتابعه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واول ما هيطلع بقى وهناكله ان شاء الله هنشوفه مع بعضنا باذن الله.